سؤال بسيط، عمرك سألت نفسك ليه أوقات كتير بتتأخر في إنك تبدأ مشروعك أو أي حاجة أنت حابب تعملها؟ أوقات كتير جدا كان بيبقى نفسي أعمل حاجات كتير جدا في حياتي، مثلا إن أصور حلقة معينة، أروح مقابلة معينة، أسافر مكان معين، عايز أسكن في مكان معين. فكان دايما أول شيء بيجي في بالي إن نفسي أعمل أحسن حاجة، إن نفسي أسكن في أحسن مكان، إن نفسي الظروف اللي في حياتي تتغير للأحسن وللأفضل عشان أقدر أعيش العيشة اللي أنا عايزها، أو علشان أقدر أطور من نفسي في حاجة معينة. لازم اعيش ظروف معينه علشان خاطر اقدر اذاكر كويس جدا واقدر افهم الحاجه اللي انا بذاكرها، وده اللي ناس كتير جدا بتعاني منه وبيخليني في الاخر لا بعمل ولا بروح ولا باجي. لما بتحاول انك تتاخر في انك تاخد قرار معين او في انك تنفذ مشروع معين، هل مثلا انت بتعمل كده علشان خاطر انت مشغول، ولا مثلا علشان انت مش عارف تبدا منين؟ في الحقيقه في معظم الاوقات انت بتكون السبب، لانك بتغلط الغلطه اللي انا غلطتها كتير جدا في حياتي، لانك بتستنى اللحظة المناسبة، بتستنى الوقت المناسب، بتستنى الظروف المناسبة. واللي أنا بكلمك عنه ده يا صديقي هو بداية متلازمة الكمال. عايزك تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وتركز معايا ومشروبك المفضل، وتبدأ تركز معايا في كل اللي هقولك عليه في حلقة النهاردة. اللي هتسمعه النهاردة هيغير حياتك 180 درجة، وهيساعدك بشكل كبير جدا إنك تقدر تاخد قرارات أنت ما كنتش قادر تاخدها قبل كده. في البداية بس لو أول مرة تشوفني فما تنساش إنك تعمل لايك واشتراك علشان الحلقة دي توصل لأكبر عدد من الناس. بعد ما صليت على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وخلاص جبت مشروبك المفضل، خلينا الأول نعرف يعني إيه متلازمة الكمال. متلازمة الكمال هي عبارة عن حالة مثالية أو حالة نفسية مثالية بتخلي الشخص دايما يسعى لشيء اسمه المثالية، يسعى لشيء اسمه الكمال في أي حاجة موجودة في حياته، علاقاته، مشاريعه، مذاكرته، لبسه، أيا كان. بتلاقي نفسك دايما بتسعى للمثالية في الشيء ده، لدرجة إنك بتوصل لمرحلة تمنعك من انك تقدر تبدأ او انك تاخد خطوة لقدام، لحد ما توصل لمرحلة حاسس انك تايه وحاسس انك مشتت، مش عارف تبدأ منين، مش عارف تستمر ولا ما تستمرش، مش عارف تاخد قرار مناسب يساعدك في حياتك. ولما بيكون عندك مشكلة انك عايز كل حاجة تطلع مثالية، مشروعك، علاقاتك، اهدافك، ايا كان الشيء اللي موجود في حياتك، انت بتكون حابب ان الحاجة دي تكون مثالية وعلى اكمل وجه. وانت ممكن تقول ان ده طبيعي جدا، ان انا عايز كل حاجة تطلع بجودة او كواليتي عالي جدا، وده ممتاز وعادي جدا. ولكن للاسف الشديد انت ما بتعملش كده علشان الجوده، ما بتعملش كده علشان الكواليتي بتاعك، ولكن انت بتعمل كده علشان خاطر المثاليه. المثاليه بتبدا نفسيا تعمل ايه؟ نفسيا جوانا بتبدا تولد جوانا رهبه او خوف. خوف يا صديقي من انك تغلط، خوف يا صديقي من ان شكلك يطلع وحش قدام الناس، خوف من انك خايف الناس تضحك عليك، خايف ان الناس تقول عنك حاجه، خايف ان الناس مثلا تنتقدك في حاجه معينه. فبالتالي الاحساس ده يبدأ يولد جواك الخوف، يولد جواك احساس انك لازم تأجل، مش لازم ابدأ. عايز اصور فيديو خايف الناس تضحك عليا فما ينفعش ان اصور الفيديو. عايز ان اكتب سكريبت بس مش هعرف اكتب السكريبت لان ممكن الناس تضحك عليا، او ممكن لو حد قرأ السكريبت ما يبقاش شكله حلو فلازم ان اجل. عايز انزل العب رياضة بس مستني اللحظة المثالية علشان خاطر انا لو نزلت دلوقتي ممكن ما اقدرش استمر او ممكن ما اقدرش اكمل، فبالتالي هأجل. طيب ده بيولد جواك نفسيا قلق، جلد ذات، لوم طول الوقت، شعور مزمن بعدم الرضا عن نفسك. تخيل معايا ان في طالب عنده بحث وكل حاجة عنده جاهزة تساعده ان هو يكتب البحث ده، عنده المراجع وعنده كل حاجة سهلة، والموضوع بتاع البحث سهل جدا ومش محتاج كمان منه وقت كبير جدا علشان يقدر يعمل البحث ده. فنفسيا كده الطالب ده يبدأ يقول لنفسه ايه، وده اللي بيحصل معانا كلنا، انا مش هكتب غير لما الاقي الحاجة اللي تبهر الدكتور، لازم اعمل بحث يبهر كل الناس، لازم اعمل بحث يبهر الدكتور بشكل كبير جدا. هل الشخص ده في الوقت ده بيبدأ يعمل بحث قوي جدا زي ما هو بيقول؟ الإجابة صدقني لا، لأنك تقدر تقول هو بيضيع وقت لحد ما يوصل لمرحلة مهمة جدا، وهي المرحلة اللي بتساعده بشكل كبير إن لازم يجري ولازم ينجز، اللي هي إيه؟ مرحلة تضييع الوقت. أنت معادك في خلال 6 شهور، في خلال سنة، في خلال سنة ونص تكتب بحث معين أو موضوع معين، وبعد كده هتقدم البحث. فأنت طول الوقت عمال تماطل وعمال تفكر وعمال تقول أنا لازم أعمل أحسن حاجة ولازم أعمل حاجة تبهر الناس، وبالتالي أنت عمال تعيش في مرحلة ما بتعملش بيها حاجة. فبالتالي أنت بتيجي في آخر شهر أو آخر شهرين عايز تكتب أي حاجة، عمال تجري وتجيب كلمة من هنا وكلمة من هنا وتعمل بحث هنا وبحث هنا علشان تكتب البحث بتاعك. فبالتالي مش هيطلع بربع الجودة اللي أنت كنت عايزها، مش هيطلع بتمن الجودة اللي أنت كنت عايزها، هتلاقيه بيطلع بأقل كواليتي أنت ممكن تشوفه. نفس الشيء يا صديقي في الشغل، نفس الشيء في العلاقات، نفس الشيء في الهوايات اللي أنت
انت حابب تنجح فيها. جيمس كلير في كتاب العادات الذرية بيحكي عن تجربة مشهورة جدا. في معمل تصوير قسموا الطلبة لفريقين، فريق كل اللي مطلوب منه انه يسلم في اخر الترم صورة مثالية، الفريق التاني مطلوب منه انه يسلم اكبر عدد صور بدون جودة عالية. مش مهم الجودة، بس اديني اكبر عدد من الصور. بيقول لك يا صديقي ان نتيجة الفريق اللي كان بيدور على الكمال طلعوا صورة متوسطة جدا، اما الفريق اللي كان بيغلط وبيجرب وبيغلط وبيجرب طلعوا احلى صور واحلى جودة. احنا هنا بنتكلم عن انك جربت وفشلت، احنا هنا بنتكلم عن انك بدأت، احنا هنا يا صديقي بنتكلم عن انك بدأت، قلت انا هعمل وهعمل وهعمل، وبعد كده انت فشلت لكن جربت، لكن بدأت، لكن نجحت في النهاية، لكن عملت احسن جودة. زي مثلا الشخص اللي كنت بكلمك عنه وهو عايز يعمل بحث معين، هو طبعا عمال يأجل لان عايز يعمل احسن حاجة، وفي اخر لحظة جرى وحاول يعمل وطلع البحث بجودة سلبية او طلع البحث بجودة قليلة قوي. لكن لو كان بدأ من البداية وكان سعى من البداية كان هيغلط مرة واثنين وثلاثة، لكن بعد كده هيطلع الجودة الافضل والاحسن وهو ماشي وهو مستمر. ده تقدر تقيسه على علاقاتك، تقدر تقيسه على شغلك، تقدر تقيسه على اهدافك، تقدر تقيسه في كل شيء في حياتك. فكرة انك مستني الكمال لا طبعا ما ينفعش. زي ما جيمس كلير كده قالك، الفريق اللي كان بيدور على الكمال وعايز يطلع افضل حاجة اتطلب منه صورة واحدة بس ما طلعهاش بجودة عالية، والفريق اللي كان مطلوب منه صور كتير جدا جرب مرة وفشل ومرة وفشل وطلع صور وحشة وصور حلوة وصور وحشة وصور حلوة لحد ما سلم صور بجودة عالية جدا جدا. وده يبين يا صديقي الجميل ان التكرار والمحاولة احسن بكتير قوي من انك تأجل او تسوف او تستنى اللحظة المثالية. لما تيجي عليك لحظة وتبدأ تفكر فيها اني يعمل الحاجة دي كاملة وجميلة ومثالية وعلى اكمل وجه، يا اما مش هعملها، يبقى صدقني انت مش هتعملها، صدقني انت هتفشل فيها، صدقني انت عمرك ما هتاخد خطوة لقدام. وهقول لك حاجة مهمة جدا، وحتى لو انت حققت اهدافك، حتى لو انت وصلت لكل شيء انت بتحلم بيه، هيبقى جواك القلق وهيبقى جواك التوتر وهيبقى جواك حاجات كتير جدا سلبية هتأذيك انت نفسيا، لانك كنت ماشي باسلوب ان لازم الحاجة دي تتعمل على اكمل وجه، ان لازم الحاجة دي تتعمل على افضل شيء، ان لازم الحاجة دي تطلع مثالية، ان لازم الحاجة دي تكمل بشكل كبير جدا. فالكاركتر اللي انت عايش فيه ده او الدايرة اللي انت عايش فيها دي او المثالية اللي سجناك دي، حتى لو نجحت هتحبسك، حتى لو نجحت مش هتريحك، حتى لو نجحت هتخليك طول الوقت حاسس بقلق وتوتر. علم النفس دايما بيأكد ان الكمالية مرتبطة بمعدلات القلق والتوتر، زائد انك بتعيش مرحلة كبيرة جدا من الارهاق النفسي. ما انت عايز كل حاجة تطلع بأحسن جودة، عايز كل حاجة تطلع بشكل مبهر، ده مش غلط، بس ما توصلوش لمرحلة المثالية اني مش هعمل الحاجة دي لو ما وصلتش للمرحلة اللي انا متخيلها او للحاجة اللي انا متخيلها. يا سيدي ابدأ مرة واثنين وثلاثة، وبعد كده شوف انهي انسب انهي احسن. بعد كده هتلاقي نفسك غلطت مرة واثنين وثلاثة، الخمس غلطات دول او كمية الاخطاء اللي احنا بنتكلم عنها دي هتخليك بعد كده يا صديقي عملت المثالية، صنعت الجودة العالية، عملت افضل شيء في حياتك. ده غير كمان حاجة انا جاي اقول لك عليها وانت مش واخد بالك منها، انك لو وصلت للنجاح ووصلت للاهدافك اللي انت حاببها وعملت كل اللي انت بتقول عليه، للاسف الشديد انت مش هتشوف ده. ليه؟ لانك شخص بتسعى للكمالية، شخص بتسعى للمثالية. فمهما تنجح ومهما تحقق ومهما توصل للي انت عايزه، عمرك ما هتوصل وعمرك ما هتحقق وعمرك ما هتنجح يا صديقي الجميل، لانك ببساطة هتحس انك دايما ناقص، هتحس ان عندك نقص في حاجات، انت في حاجة انا لسه ما عملتهاش، في حاجة لسه ما وصلتلهاش، في حاجة انا لسه ما حققتهاش، مع انك عملت حاجات كتير ومع انك نجحت بنسبة 90%، بس مش هتشوف النتيجة دي، مش هتشوف رقم 90% ده خالص، ولكن هتحس ان لسه في عايز اعمل، وده هيسبب لك مشاكل نفسية كتيرة جدا. بص يا صديقي هقول لك على حاجة وتحطها حلقة في ودانك، الكمال هو عبارة عن وهم مش موجود على ارض الواقع، والكمال لله سبحانه وتعالى فقط، ودي حاجة لازم تكون مركز فيها كويس جدا. احنا خلقنا اننا نشتغل ونفشل وننجح ونفشل ونسعى ونجتهد ونبدأ نبني نفسنا ونبني حياتنا ونبني أسرة ناجحة ونحاول نقرب من ربنا سبحانه وتعالى. ده حتى عبادتك بربنا سبحانه وتعالى، العبادة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى احنا بنفشل فيها، مرة نصلي ونلتزم وبعد كده نفشل ونرجع نصلي ونلتزم وبعد كده نفشل لحد ما بتوصل لمرحلة انك تلاقي نفسك مش قادر تستغنى عن الصلاة، مش قادر تستغنى عن قراءة القرآن، مش قادر تستغنى عن ده وعن تعليمك. هل انت اتعلمت مرة واحدة؟ يعني لو بصينا حوالينا هنلاقي ان ولا حاجة في الكون ده كاملة، اذا النقص عمره ما كان عيب، ولكن
ولكن فكرة النقص هي اللي بتبدأ تخلق الكمال. حتى في حياتنا الشخصية لو فكرت كده بالعقل وركزت معايا، لو انت كنت كامل هتطور نفسك ازاي؟ لو الناس كلها كاملة هتطور من نفسها ازاي؟ لو الارض دي كاملة الارض دي هتتطور ازاي؟ هل الارض اللي احنا بنمشي عليها متساوية؟ هل الجبال اللي موجودة على الارض دي متساوية؟ هل البحر اللي انت بتشوفه ده متساوي؟ الاخطاء دايما اللي بنعيش فيها والاخطاء اللي بنغلطها على طول هي اللي بتفكرنا اننا بني ادمين، هي اللي بتفكرنا اننا لازم نطور من نفسنا، هي اللي بتفكرنا اننا لازم نحسن من داخلنا، هي اللي بتفكرنا اننا نهتم بستايلنا، هي اللي بتفكرنا اننا نعمل 1 و2 و3. لو انت مثلا حبيت شخص ما عندوش تجارب وحبيت شخص تاني مليان تجارب، مين فيهم هيأثر فيك وهيكون اجمل؟ اكيد طبعا الشخص صاحب التجارب، لان الشخص ده فشل ونجح اكتر من 100 مرة. وانا هنا مش بتكلم عن التجارب اللي في العلاقات، انا هنا مش بتكلم عن التجارب اللي خاضها قبل كده في العلاقات، ولكن انا بتكلم عن التجارب الحياتية. عمل مشروع وفشل وعمل مشروع وفشل واشتغل هنا ولف وراح وجه. انت طبيعي لما تشوفي شخص ده بتنجذبي ليه قوي، لما تلاقيه خاض التجارب دي كلها وخاض المعارك دي كلها ونجح وخرج منها سليم، انت بتوافق عليه وبتكوني سعيدة ومطمنة وهو معاك وتقولي ده ارجل واحد انا شفته في حياتي. نفس الكلام انت لما بتشوف ست ناجحة وتشوف ست وصلت لأحلامها وحققت أهدافها وطورت من نفسها وساعدت نفسها، انت بتنجذب ليها جدا وبتنجذب لجمالها وبتنجذب لنجاحاتها. لكن يا صديقي سؤال، ليه احنا كبشر عايزين بس نكون كاملين؟ ببساطة لأننا بنفكر دايما ان الكمال يعني الأمان، بنفكر دايما ان المثالية هي اللي بتخلينا نقدر ننجح وبتخلي الناس تحبنا وتخلي الناس تكون معجبة بينا وتخلي الناس تكون منبهرة بينا وتضرب لنا تعظيم سلام. بس صدقني الحقيقة العكس، لأن الكمال بيحبسك، بيخليك قاعد على الخط طول الوقت خايف تبدأ لا تخسر، خايف تبدأ لا تفشل، خايف تبدأ الناس تضحك عليك، خايف تصاحب ده وتتكلم مع ده يقول عليك وحش، ده يقول عليك مش كويس، خايف تعمل ده وخايف تعمل ده، خايف تفتح المشروع ده مش قد قيمتك، مش قد مكانتك، مش قد مش عارف ايه. ولكن الحرية بتيجي أول ما تبدأ إنك تتصالح مع نفسك، أول ما تبدأ تتصالح مع النقص اللي موجود جواك، لما تبدأ تقول أنا مش كامل بس أنا كده كويس ومرتاح، وكمان أنا قادر إن أحسن من نفسي وقادر أحسن من أهدافي. حتى العالم نفسه اللي احنا عايشين عليه ده مش كامل، كل يوم في نظرية بتغير العالم ده. فلو العلم نفسه مش كامل، إزاي أنت تتوقع إنك ممكن تبقى كامل؟ هقول لك على قاعدة ال5 ثواني لميل روبنز. القاعدة دي أو ميل روبنز عامة اتكلمت باختصار عن الموضوع ده، إنك لو من النوع اللي بيدور على الكمال أو من النوع اللي بيدور مثلا على إنه عايز يعمل حاجة، فبالتالي عقله بيزنقه كده في حتة إن هو يبدأ يسوف، إن عقله بيبدأ يخلق له مشاهد كتير جدا، إنك بدل ما تكتب سكريبت أو بدل ما تذاكر، يلا تعالى نعمل حاجة في البيت، يلا تعالى نلعب بلاي ستيشن، يلا تعالى نتفرج على الماتش، يلا تعالى نكلم فلان عشان ننزل نخرج معاه، تعالى نتصل بفلان عشان نقعد ندردش شوية. أنت مثلا نايم وعندك ميعاد الساعة 7 الصبح، فبالتالي تخيل كده المنبه ضرب الساعة 7 الصبح، فأول حاجة بتطفي المنبه وتبدأ تقول لنفسك 5 دقايق وأقوم، 10 دقايق وأقوم، ساعة وأقوم. وده كان بيحصل معايا، ولكن لما بدأت استخدم قاعدة ال5 ثواني، إني بدأت أعمل إيه في أي حاجة، عايز أخد قرار في شغلي، عايز أخد قرار في حياتي، عايز أخد قرار إني أصحى من نومي، عايز أخد قرار إني أعمل أي حاجة، أول ما الفكرة بتيجي في بالي يا صديقي ببدأ أعمل إيه؟ ببدأ أقول 5 4 3 2 1 أو 5 4 3 2 1، وبعدها على طول أبدأ أعمل الحاجة دي، أبدأ أقوم من النوم، أبدأ أعمل كذا. سبحان الله، أصلا نفسيا أنت مجرد ما تبدأ تقول 5 4 3 2 1 بينك وبين نفسك أو بصوت مسموع، تحس إن في طاقة كده جواك بتخليك تروح تعمل الحاجة دي على طول. ليه بقى؟ ميل روبنز قالت إن مخك بيديك 5 ثواني بس، وبعد كده بيبدأ يشتتك أو بعد كده بيبدأ يخلق لك أعذار. فمجرد إنك تستخدم أول ما الفكرة تيجي في بالك ال5 ثواني دول، بالعكس إنك تبدأ تقول 5 4 3 2، هتلاقي نفسك بتجري تجاه إنك تعمل الحاجة دي على طول. نفسيا الموضوع ده ممكن ينجح معاك، وممكن تحس في البداية إن بيقع منك شوية، ولكن ده طبيعي. ده كان بيحصل معي شوية في بعض المهام في حياتي، كنت بعمل ده، وفي مهام تانية أنا ما كنتش بعمل فيها ده، كنت بحس إن أنا بنسى. ولكن بعد كده ببدأ أعود نفسي مرة واثنين وثلاثة. الموضوع أخذ معايا 60 يوم بالظبط، وأي قرار في حياتي أنا عايز أعمله علشان ما أسوفش وعشان ما أكونش مشغول في حاجة تانية، كنت بنفذ القاعدة دي. زائد طبعا إن في حاجات كتير أنا بستخدمها، ولكن ده هنبينه في الحلقات اللي جاية بإذن الله تعالى. المهم لو أنت شخص بيسعى للكمال، حاول تستخدم القاعدة دي، هتفيدك بشكل كبير جدا، وهتساعدك إنك ما تركزش إن ده يطلع أحسن حاجة ولازم أعمل الحاجة دي بأحسن جودة والكلام ده. ففكرة إنك تقول أنا محتاج المزاج المناسب علشان أعمل كذا، قاعدة ال1
1%؟ جيمس كلير بيقول لك النجاح مش بيجي من طفرة ضخمة، ولكن النجاح بيجي من تراكم حاجات صغيرة جدا. لو انت قدرت تطور من نفسك 1% كل يوم، بعد سنة هتبقى افضل 37 مرة. يعني مثلا هتقرأ صفحة واحدة من كتاب معين، بدل ما تيجي بقى تقول انا لازم اخلص الكتاب ده النهاردة، هتمشي 10 دقايق بدل ما تقول لنفسك انا همشي ساعة النهاردة. الاستمرارية دايما الصغيرة في انك تعمل الاهداف البسيطة، في انك تعمل الحاجات الصغيرة، في انك تقسم الاهداف الكبيرة. لو انا همشي ساعة او مطلوب مني امشي ساعة، ابدأ ب10 دقايق. لو انا مطلوب مني اخلص كتاب وما كنتش بقرأ بقالي فترة كبيرة، يبقى ابدأ بصفحة، ابدأ بصفحتين، ابدأ ب5 دقايق على الاقل. بعد كده هتلاقي الموضوع بيتضخم معاك، بتمشي ساعة بعد كده من نفسك، وعقلك بيساعدك على ده. عقلك هو اللي بيقول لك يلا نمشي ساعة، هو اللي بيقول لك يلا نقرأ كتاب، هو اللي بيقول لك يلا نقعد نسمع بودكاست بالساعة وبالساعتين عشان نتعلم لغة انجليزي. فاللي انت بتعمله ده في البداية هو اسمه تمرين، انك بتمرن عقلك واحدة واحدة يتعود على المهام الصعبة دي. لكن لو جيت كده مرة واحدة وبدأت تقول لعقلك يلا نمشي ساعة، يلا نقرأ كتاب، في اسبوع واحد لازم اخلص كتاب، يلا ندخل نذاكر، عندنا 3-4 مواد لازم اذاكرهم النهاردة، مش هيساعدك تعمل ده، وهيخلق لك اعذار كتير جدا، وهيخليك تهرب من كل ده، وهيخليك تبعد عن اي هدف انت ضخمته قدامه. دايما الشخص اللي بيحاول يسعى للكمال او للمثالية هو اكتر شخص بيخاف من الفشل، واكتر شخص بيخاف على منظره، واكتر شخص بيخاف ان ينجح في اي حاجة. فبالتالي نفسيا ايه اللي هيحصل؟ نفسيا يا صديقي الجميل هتلاقي الشخص ده قاعد ما بيبدأش، واكرم له ان ما يبدأش احسن بكتير قوي ما يبدأ ويرجع يفشل. وهي دي النظرية اللي هو مقتنع بيها جدا. لكن الحقيقة الفشل هو الوسيلة اللي هتساعدك تنجح في كل حاجة في حياتك. كل غلطة انت بتغلطها في حياتك بتديك خبرة ومعلومة في حياتك تقول لك ايه اللي انت محتاج تطوره في حياتك، ايه اللي انت محتاج تساعد نفسك بيه. زي مثلا اديسون جرب اكتر من 1000 مرة قبل ما يخترع المصباح، ولما سألوه يا صديقي هل انت فشلت؟ قال لهم انا اكتشفت 1000 طريقة علشان اقدر اخترع المصباح الكهربائي. الشخص الكمالي بيحب ان يسيب كل حاجة مفتوحة، ما يحبش يربط نفسه بوقت معين. زي مثلا لو انت عندك بريزنتيشن، او تخيل كده ان عندك بريزنتيشن، تبدأ تقول لنفسك انا هسلم شغلي في الميعاد المعين. انت كده هنا خلقت وقت معين او حددت وقت معين لازم تخلص فيه الشغل ده. فعقلك هنا في الوقت ده مش هيبدأ يركز ولا هيبدأ يوديك تجاه المماطلة او تجاه الملل او تجاه التسويف، ولكن هيبدأ يوديك فين؟ هيبدأ يوديك في طريق الانجاز، انك نفسيا تبدأ تنجز، انك نفسيا تبدأ تخلص، علشان انت اديت لنفسك وقت معين تسلم فيه الشغل بتاعك. الشركات الكبيرة اللي زي جوجل وزي فيسبوك دايما تلاقيهم بيستخدموا طريقة معينة، وهي طريقة المنتج الاول. يبدأوا يعملوا ايه؟ بص يا صديقي، اي نسخة هم بينزلوها دايما ما بينزلوهاش كاملة، ولكن بينزلوا جزء صغير منها، وبعد كده يشوفوا ردود الافعال ويشوفوا الدنيا، وبعد كده تلاقيهم بيطوروا من النسخة دي باستمرار. يعني تقدر تقول ما نزلوش النسخة كاملة مرة واحدة، ولكن بدأوا بجزء صغير وبعد كده بيطوروا الجزء ده مع الوقت. انت كمان عايز تبدأ كتاب، يبقى ابدأ بانك تكتب مثلا كل يوم مقال صغير. عايز مثلا انك تبدأ قناة، يبقى في الوقت ده لازم انك تعمل فيديو تجريبي من غير ما تركز في الإضاءة، من غير ما تركز مش عارف الصوت عامل ازاي، ولكن اعمل الاول فيديو تجريبي. عايزك تبدأ بالمتاح، ابدأ باللي تقدر عليه، ابدأ بالموبايل اللي معاك، حتى لو موبايل نوع وحش جدا ابدأ بيه. قاعدة المنجز افضل من المثالي. في عبارة مشهورة جدا عند شركات التكنولوجيا، ليه؟ ايوه ليه برضو؟ لان تقدر تقول كده ان المنتج اللي هم بيعملوه بالنسبة لهم هو المنجز، حتى لو المنتج ده فيه عيوب، حتى لو المنتج دي فيه مشاكل، لكن بيتعلموا وبيطوروا وبينجحوا وبيصلحوا. ما بيستنوش اما يعملوا افضل حاجة، ما بيستنوش اما يطلعوا افضل واحسن كواليتي، ولكن لازم الاستمرارية، لازم الشغل، ما ينفعش اي حاجة تقف. فده بيديهم خبرة في المجال اللي هم شغالين فيه، سواء تغذية او تكنولوجيا او اي شيء. لكن تقدر تقول ان المنتج المثالي او المنتج الكامل ملوش اي قيمة، لانه ما بدأش، لانه ما ظهرش، لانه ما اتشافش، وصدقني هيفضل مكانه مش ظاهر للنور. لكن انا عايز انجح، يبقى لازم ابدأ. لازم يا صديقي تبطل تدور على الكمال علشان خاطر نفسك وعلشان خاطر مستقبلك. مفيش حاجة اسمها كمال، مفيش حاجة اسمها مثالية. هقول لك على مثال تقدر تطبقه في حياتك، وعايزك تشغل معايا دماغك وتفهم كويس جدا. انت مثلا عايز تفتح قناة يوتيوب، الشخص اللي دايما بيدور على الكمال هيقول لك انا ما ينفعش ابدأ دلوقتي علشان عايز اجيب كاميرا 4K، وعلشان عايز اتعلم المونتاج الاول، وابدا اصمم ديكور للاستوديو اللي انا هصور فيه، وابدا اتعلم ازاي اكتب سكريبت، وبعدها بقى لما ابقى جاهز 100% ابدا تصوير. النتيجة هنا بقى ان اخينا ده هيفضل مستني شهور، ويا اما الشخص ده يفقد حماسه وما يبدأش، يا اما يلاقي ناس تانية بدأت وعدت عليه.
عليه، وهو نفسيا لسه مكانه ما عملش اي حاجه ولسه مستني ان كل حاجه تكمل علشان خاطر يبدا. في المقابل بقى ان الشخص اللي فاهم وعارف كويس جدا ان الكمال والمثاليه ما هو الا وهم فقط لا غير، هتلاقيه بيجيب موبايله وبيفتح الكاميرا ويبدا يحط كتابين فوق بعض ويبدا يحط الموبايل ويبدا يصور ويبدا يسجل فيديو 3 دقايق عن موضوع كل الناس بتتكلم عنه او عن موضوع ليه نتائج بحث. هديك برضو مثال تاني، في بعض الناس اللي ممكن تطلع كده تتكلم بالفطره في حاجات شخصيه او حاجات خاصه بيهم، انت نفسيا كمشاهد تقول ان الشخص ده سبحان الله عنده قبول، ان الشخص ده سبحان الله بالرغم ان مفيش كواليتي في الفيديو، بالرغم ان الصوت مش احسن حاجه، بالرغم انه مش بيقدم محتوى مثلا قوي جدا جدا لان ما عندوش لسه الخبره، ولكن انت حابب تتابعه، حابب تفهم منه، حابب انك تسمع له. في المقابل انك ممكن تلاقي شخص تاني بيقدم نفس المحتوى لكن تحس ان ما عندكش القبول انك تسمع للشخص ده او انك تتابعه. فالفكره هنا ان الشخص اللي معاه المعدات تلاقيه دايما بيتكلم وهو حاطط في باله ان يطلع شخصيه الناس تحبها، لكن الشخص التاني بيتكلم بالفطره من غير كمال ومن غير مثاليه، فتحس ان الشخص ده عنده قبول وان الناس حباه جدا. هو ده اللي بيحصل. اتعامل بطبيعتك مع نفسك، اتعامل بطبيعتك مع الناس، اتعامل بطبيعتك في شغلك، اتعامل بطبيعتك مع اي حد موجود في حياتك. بطل تدور على المثاليه، بطل ان يكون في شخص موجود في حياتك فتبدا تزنقه في انك لازم تهتم قوي، انك لازم تجري ورايا، انك لازم تقرب، انك لازم تعمل، انك لازم تهتم زي ما انا بهتم. بطل تعمل ده علشان هو ممكن الظروف، الضغوط النفسيه، المشاكل، ايا كان الاحساس اللي هو حاسس بيه هيخليه ما يقدرش يعمل اللي انت بتفكر فيه او يعيش معاك العلاقه المثاليه اللي انت بتفكر فيها. فبالتالي هتبدا تشوف ان الشخص ده مش مناسب، فهتعيش طول الوقت في ضغط نفسي ومشاكل وحاجات كتيره جدا تاذيك انت نفسيا. كذلك في الشغل، كذلك في الاهداف اللي انت بتحققها، كذلك في كل شيء في حياتك. وده بالظبط اللي بيقوله جيمس كلير في العادات الذريه. فكره انك تحسن باستمرار اهم بكتير قوي من انك تعيش في دور المثاليه، لان البدايات الكامله عمرها ما كانت موجوده. في النهايه يا صديقي، لو انت عودت نفسك انك تستنى الكمال باستمرار، عمرك ما هتبدا وعمرك ما هتنجح وعمرك ما هتنفذ حاجه في حياتك. لكن لو انت بدات باللي في ايدك وبدات تتعلم وبدات تتغير من نفسك وتطور من نفسك، هتلاقي نفسك بتوصل لجوده اعلى بكتير قوي من اللي كنت بتحلم بيها. بمعنى تاني، الفعل الغير مثالي اعلى بكتير قوي من الفعل المثالي. لو كانت الحلقه دي يا صديقي العزيز مفيده ليك، ادعمنا بلايك واشتراك، وما تنساش تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ولو ليك حد من الاصدقاء او حد من المعارف انت شايف انه محتاج يسمع الحلقه دي او محتاج يسمع الكلام ده، ابعت له الحلقه دي. ما تنساش تستنى الحلقه الجايه عشان هتكون قويه جدا وهتفيدك بشكل كبير جدا جدا في حياتك. سلام عليكم.